تفضلي يا محمد، عايزة تقولي حاجة؟ أنا عندي محورين. المحور الأول أنا متزوجة، عندي أطفال وكل أموري تمام، لكن ألاحظ نفسي نفسيا يعني أميل للإناث أكثر، مع أني سعيدة في حياتي وكل أموري تمام، لكن أجد نفسي أميل للإناث. ممكن إذا صار ملامسة على العشوائية ممكن. المحور الثاني أنا مرشدة طلابية، عندي 99% من الطالبات يميلوا للحاجة هذه بشكل خطير، والحركات واللمس والتقبيل وما أدري إيه، فماني عارفة من جد، مع العلم إني أتعرض لهذا الشيء من قبلهم يعرضون علي. 99% من البنات؟ 99 والله 99. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج مرة كثير حلو. طرحت موضوع مرة قريب كثير حلو، هذا اللي حاصل في مجتمعنا. أنا من أحد البويات. عادية، مرت حياتي جدا عادية. ماجدة، عفوا بس اسمحي لي، أنت من إحدى الفتيات البويات. إيه. ماجدة، احنا نسمع إنه مثلا في ممارسات شذوذ جنسي لدى الفتيات البويات. في بنات كثير أغلبهم كذا، أو بمعنى صح ككل يعني حتى أنت تمارسين مثل هالممارسات هذه على اعتبار أنه أنت ذكرتي إنك بويا مثلا؟ بس بدون تعميق. شو يعني تمارسين أو لا تمارسين؟ احنا نتحدث بشفافية وما في أحد يعرفك اليوم. أنت متصلة باسم ماجدة حتى نوضح بس الجانب هذا. ما زلتي فتاة بويا؟ ايه. عن الجانب السلوكي حق الطالبات، هل فعلا مثل ما احنا نسمع واذا انت شفتي عمليه الانحرافات الاخلاقيه والاسترجال والبنوته، هذه الامور منتشره يعني؟ جدا. وانا وانا وايد استغربت من حلقات يعني في اللقاء الخاص اللي شفتها قبل اسبوع، اللي كان الاخت اظن اللي اسمها ام عبد الله كانت تقول لا ما عندنا وينعد على اصابع اليد. انا من واقع خبره، انا اداريه في مدرسه ثانويه، انا اقول لها لا شيخ انت غلطانه وما تدرين عن شيء. وكان في بعد عندك ناس في برنامج صوت المجتمع اتصلوا وقالوا ان هالاشياء ما تصير ومو موجوده، واذا موجوده لا تذكر. لا هي موجوده بكثره ومنتشره انتشار فاحش صراحه. يعني صار، أنا هالجملة دائما أقولها، ويعني قلتها حتى لإدارة المدرسة اللي أنا كنت فيها. صار الوضع عندنا مثل تعرف المدارس الإنجليزية دائما نشوف المسلسلات الأجنبية، صار يا أما عندك بنية رفيجتك بشكل خاص يعني علاقة حميمية، يا أما صبي، يا أما أنت شابة. البنت السيدة صارت تنعد على الأصابع، يعني ما أقول بالأصابع بس عددهم قليل. الحين انتم لو اكتشفتوا، طبعا انتم اكيد مكتشفين لما قدامكم، شو تسوون فيه هذا الانسان المسترجله؟ ولا شو الاجراءات اللي كنتوا تتخذونها؟ غالبا يعني يصير لهم مثلا تحويل للاخصائيه الاجتماعيه. وشو تسوي للاخصائيه الاجتماعيه؟ احنا سمعنا في مدارس الاخصائيه الاجتماعيه هي نفسها مسترجله. تحاول تسوي للاخصائيه الاجتماعيه؟ احنا سمعنا في مدارس الاخصائيه الاجتماعيه هي نفسها